تخيل تصحى من النوم في مكان عامل زي الجنة وتفتكر إنك أخيراً لقيت الأمان، بس فجأة تكتشف إن الجنة دي هي حرفياً أسوأ كابوس ممكن تعيشه، وإن أقرب الناس ليك مخبي وراه سر هيدمر الكل. يا ترى هتعمل إيه لو لقيت نفسك مضطر تضحي بأغلى حاجة تملكها عشان تنقذ روح ما تعرفهاش؟ كوباية الشاي المتينة بتاعتك وركز معايا عشان الحكاية دي هتاخدك في سكة تانية خالص. القصة بتبدأ على مركب بتشق طريقها في عرض البحر، كل اللي عليها مسافرين من جزيرة للتانية بيدوروا على كنوز نادرة مدفونة تحت المية من قرون. بس هدوء البحر ده بيقلب بغموض مرعب الصبح لما طاقم بيكتشف إن واحد منهم مات فجأة بطريقة غريبة. وهنا بيظهر كاجني زعيم المركب، راجل تقيل وكلمته سيف، بيجمع الكل وبيطلب من واحد من الطاقم اسمه توماس إنه يصلي على روح الميت. توماس ده بقى شاب طالع من عيلة قساوسة، يعني حافظ الصلوات المظبوطة اللي بتكرم الميتين. رغم إن قلبه وقبوض وعينيه مليانة حزن لأن الراجل ده كان قريب منه، توماس بيستجمع قواه وبيصلي، بيطلب من ربنا يرحم روح صاحبه ويمنحها السلام. وبعد ما بيخلص الصلاة، الطاقم بيرمي الجثة في البحر باحترام لأنهم لسه بعاد جدا عن أي يابس. كاجني بيثق في توماس أكتر من أي حد تاني على المركب. توماس مش بس بيهتم بالحيوانات اللي معاهم، ده كمان دايما بيدي كاجني نصايح حكيمة بتساعده يكون إنسان أحسن. وبنكتشف كمان إن توماس فنان موهوب جدا، وإيده بتتلف في حرير في رسم تفاصيل الدقيقة. في اللحظة دي بيكون قاعد بيرسم بورتريه واحد من الطاقم اسمه وينكو. كاجني بيقف مبهور بجمال الرسمة وموهبة توماس، وهو بيتفرج على الرسمة كاجني بيشرح لتوماس إن وينكو ده من سلالة ملكية وابن ملك بجد. بس الغريب إن محدش على المركب يعرف هو من أي مملكة بالظبط، لأن وينكو قافل على نفسه وما بيتكلمش عن ماضيه أبدا. فجأة الطاقم بيكتشف كارثة، المركب فيها خرام كتير والمية بتبدأ تغرقهم. الموقف بيجبرهم يغيروا طريقهم لأقرب شط عشان يجمعوا خشب ويصلحوا المركب. كاجني بيسلم وينكو مسؤولية توجيه المركب، ورغم إنه ما معهوش بوصلة، وينكو بيغير الاتجاه بثقة عمياء وبيوجههم لليابس بالظبط. الحركة دي بتخلي توماس يشك فيه وبيحس إنه وراه سر كبير. أول ما بيوصلوا الكل بينزل على الشط، وتوماس بيعمل دخول درامي وهو راكب حصانه الأبيض وسط المية الضحلة. كاجني وباقي طاقم بيتفرقوا في الجزيرة عشان يجمعوا خشب للتصليح. في الوقت ده توماس ووينكو بيقعدوا مع بعض، وتوماس بيلاحظ سنة سمكة قرش متعلقة في نقبة وينكو. وينكو بيشرح له إن دي كنز متوارث في عيلته من أجيال. توماس بيسأله عن الندبة اللي في وشه، بس وينكو بيرد رد غامض، بيقول له إنها مجرد ذكرى من أبوه وإرث عيلته وحاجة مستحيل ينساها. خلينا نسيبهم هنا ونروح لتوماس اللي بيكمل استكشاف في الجزيرة. فجأة بيلاقي نفسه قدام ست مرعوبة اسمها رانجيني، وهي ماسكة سكينة حامية بتبدأ تقرب منه بحذر شديد وعينيها مليانة خوف. بس توماس بهدوءه المعتاد بيطمنها وبيأكد لها إنه ما معهوش سلاح ومش ناوي يأذيها. أول ما بتحس بصدقه أعصابها بتهدى وبتبدأ تطبطب على حصانه بحنية. بس الهدوء ده ما بيكملش ثواني وبيظهر محاربين من القبيلة ومعاهم جوز رانجيني اللي بيجهز نفسه فورا عشان يهاجم توماس. وقبل ما الدم يسيح والموقف يقلب، كاجني وباقي طاقم بيتدخلوا بسرعة، بيفهموهم بهدوء إنهم جايين بس يصلحوا مركبهم ومش عايزين يأذوا أي مخلوق. كاجني بيطلب إذنهم عشان ياخد شوية خشب، بس جوز رانجيني بيشترط وياخد حصان توماس مقابل الخشب. وطبعا التنازل عن الحصان ده خط أحمر، فالطاقم بيعرض عليه فاس بداله. الراجل بيعجبه العرض، بيوافق على الصفقة وبيمشي هو وباقي المحاربين. بعد ما جمعوا خشب كتير، الطاقم بيرجع للمركب وبيبدأ في التصليح، بس الشغل بياخد وقت مش قليل قبل ما المركب تكون جاهزة للإبحار تاني. توماس بيقترح على كاجني إنهم يقعدوا في الجزيرة شوية ويستمتعوا بجمالها. كاجني بيوافق، بس توماس بيلاحظ إن وينكو اختفى تماما، فبيفتكر إنه راح يدور على أكل. توماس بيركب حصانه الأبيض وبيلف في الجزيرة ومبهور بجمال الطبيعة اللي لسه ما اتلمستش، ومع تعب بيفرد جسمه على الشط وبيروح في نوم عميق ورايق جدا، وهو ما يتخيلش إن الجنة دي مخبية وراها جحيم مستني اللحظة المناسبة. فجأة صرخة ست مرعوبة بتشق السكون وتفزعه من نومه. بيجري فورا ناحية الصوت وبيتصدم بمشهد يوقف الدم في العروق. قبيلتين بيطحنوا بعض في معركة دموية وحشية، المحاربين ماسكين أسلحة فتاكة بيذبحوا في بعض بدون ذرة رحمة، والمكان بيتحول لبركة دم مرعبة. وفي وسط الفوضى دي بتتكشف حقيقة تصدم
بيصدم الكل. وينكو بيطلع محارب من أقوى قبائل الجزيرة، ومش أمير من سلالة ملكية زي ما الكل كان فاكر. قبيلته دي بتبتلع الأراضي اللي حواليها واحدة ورا التانية، وبتقتل أي حد يقف في طريقها. لو لسه متابع معايا لحد هنا ومندمج في الحكاية، اخبط لي اللايك المتين عشان اللي جاي كله ضرب نار، وخلينا نكمل. ثواني معدودة وبيظهر زعيم القبيلة، وحش اسمه أكاتا، ومعاه محاربينه بيمسحوا القبيلة تانية من على وش الأرض، بيقتلوا أغلبهم وبيأسروا رانجيني وجوزها واللي اتبقى منهم. لما توماس بيوصل لساحة المعركة بيحاول بكل يأس إنه يوقف بحر الدم ده. أكاتا بيدي إشارة لمحاربينه ينزلوا أسلحتهم، وبيبص لتوماس ويسأله ببرود هو عايز إيه. توماس بيشوف إن رانجيني وجوزها بس اللي لسه عايشين، فبيترجى أكاتا يسيبهم يعيشوا. في اللحظة دي كاجني بيوصل وبيطلب من أكاتا يسيب توماس يمشي، وبنكتشف إنهم عارفين بعض من زمان. أكاتا حتى بيشكر كاجني إنه درب ابنه اللي هو وينكو. أتاري أكاتا باعت وينكو يعيش مع الغرباء قاصد عشان يتعلم عاداتهم ويدرس أسلحتهم ويفهم نقط ضعفهم. كاجني بيطلب من أكاتا يعفو عن توماس، بس توماس بيعاند وبيرفض يمشي من غير رانجيني وجوزها. أكاتا بيتعصب وبيسأل توماس بتهديد هو مستعد يدفع إيه تمن لحياتهم، ومن غير تفكير توماس بيضحي بأغلى حاجة في حياته، حصانه الأبيض، عشان يفديهم. بس أكاتا بيلعب بيه لعبة قذرة وبيقول له بدم بارد إن الحصان ده تمنه روح واحدة بس، وبيجبر توماس يختار بين حياة رانجيني وحياة جوزها. توماس بيتحط في موقف يعصر القلب، وبعد حيرة قاتلة بيختار ينقذ رانجيني. أكاتا بيدي أمر فوري بإعدام جوزها قدام عينيها. رانجيني بتنهار في البكا وبتترمي على جثة جوزها وبترفض تسيبه في مشهد يقطع القلب. أكاتا بيحذر الكل بغضب إنهم يغوروا من أرضه فورا وإلا هيتقتلوا كلهم. توماس وكاجني والطاقم بياخدوا رانجيني المكسورة على مركبهم المتصلحة وبيتحركوا فورا. رانجيني بتدخل في صدمة نفسية قاسية بسبب موت جوزها وبتسكت تماما، ما بتنطقش كلمة. بس توماس بيعاملها بمنتهى الحنية، بيجيب لها أكل وبيطمنها إنها تقدر تفضل على المركب براحتها من غير أي قيود. بعد أيام من الإبحار بيوصلوا أخيرا لمينا تجاري زحمة، المكان اللي توماس والطاقم بيعملوا فيه شغلهم دايما. توماس بيقابل تاجر غني مسؤول عن كنوز نادرة كتيرة، وبياخدوا بعض في كلام سري محدش يعرف تفاصيله. بعدها توماس بيروح يطمن على رانجيني وبيلاقيها بتصلي في هدوء على روح جوزها، بيطلب منها ترتاح وبيروح يزور قسيس صاحبه في الكنيسة واللي بيعزمه على العشاء. توماس بيوافق، بس لما بيرجع أوضته بيتفاجئ إن رانجيني حرارتها مولعة نار، ولما بيفحصها بيكتشف جرح عميق وخطير في ظهرها، وبيبدأ يعالجها فورا باهتمام وشفقة كأنها واحدة من عيلتها. ورغم إنها من قبيلة بدوية، توماس ما بيشوفش أي فرق، ما فيهوش ذرة عنصرية، وكل همه إنها تخف وتقوم بالسلامة. بنسيب رانجيني ترتاح ونروح لتوماس اللي بيلبس ويروح العشاء مع كبار التجار والمحافظين بتوع المدينة. وهو بيعرفهم بنفسه، توماس بيرملهم قنبلة وبيحذرهم من خطر مرعب بيقرب منهم. بيشرح لهم إن حدود المدينة بتكش وتصغر لأن في قبيلة دموية بتبتلع الأراضي اللي حواليهم بالقوة، والقبيلة دي بقيادة أكاتا، نفس السفاح اللي توماس واجهه على الجزيرة. الكل قاعد مذهول ومرعوب من كلامه، بيفهمهم إن أكاتا بيقتل أي حد يقف وشه، ولو ما تحركوش بسرعة مدينتهم هتشوف نفس المصير الأسود. المحافظين والمستثمرين الرعب بياكل قلوبهم. في وسط القعدة توماس بيطلب من دكتور محلي يعالج مريضة حالتها بتسوء معاه، بس الدكتور بيرفض بتبجح وبيقول إن الأدوية قليلة ولازم تتوفر لأهل المدينة مش لواحدة من القبائل. توماس بيمشي من العشاء ومحبط جدا، فبتقابله ست اسمها بيث بتقوله على معالجة شاطرة جدا اسمها ميس هارتي ممكن تنقذ مريضته. توماس بيشكرها وبيطير فورا عشان يقابلها، بس أول ما ميس هارتي بتسمع إن المريضة ست من القبائل اسمها رانجيني بترفض تساعدها. توماس بيحاول يقنعها إن رانجيني دي إنسانة في الأول وفي الآخر بغض النظر عن أصلها، بس كلامه ما بيغيرش رأيها. بيرجع بيته وقلبه مكسور، بس بيتفاجئ إن ميس هارتي مشيت وراه وغيرت رأيها في آخر لحظة. بتبدأ تعالج رانجيني بكل خبرتها وطرق العلاج القديمة اللي تعرفها، نظفت جروحها بعناية وعملت لها شوربة أعشاب مخصوصة تسرع الشفاء، ودي مش أي أعشاب، دي معاها صلوات قديمة متورثة في عيلتها من أجيال. والمفاجأة إن العلاج بيجيب نتيجة سحرية وحالة رانجيني بتتحسن بسرعة جدا. تاني يوم الصبح أجراس الأنذار في المدينة بتضرب بجنون وبتعلن إن في غرباء اقتحموا الحدود. توماس وميس هارتي والكل بيجروا لبره وهم متوقعين هجوم دموي، بس بيكتشفوا إنها مجموعة كبيرة من القبائل. في الأول بيفتكروهم أعداء،
بس بيطلعوا محاربين بعتهم أبو رنجيني عشان يرجعها لبيتها. زعيم القبيلة بينده على بنته، بس رنجيني بترفض بغضب وبتعلن إنها مش هترجع غير لما اللي قتلوا جوزها يتعدموا. أبوها عشان يريح قلب بنته بيأسر شوية محاربين من قبيلة تانية وبيكذب عليها إن دول القتلة، وبيبدأ يعدمهم واحد ورا تاني قدام عينيها، رغم إن القاتل الحقيقي حد تاني خالص. كل هدفه إنه يقنعها ترجع معاه. وقبل ما تاخد قرارها مس هارتي بتتدخل وتشرح له إن رنجيني كانت بتموت وإنها هي وتوماس عملوا المستحيل عشان ينقذوها، وبتأكد له إنها لسه بتتعافى وتعلمت حاجات كتيرة ومهمة وهي عايشة معاهم، حاجات عمرها ما كانت هتشوفها في قريتها. أبو رنجيني بيسمع الكلام ده وبينبهر وبيطمن إن بنته في إيد أمينة. بيوافق يسيبها تعيش معاهم لحد ما تخف خالص وتكمل تعليمها، وعشان يضمن سلامتها بيكلف واحد من أشرس محاربينه وأوثقهم عنده اسمه بارو إنه يفضل ضلها. بعد وداع يوجع القلب أبو رنجيني بيمشي مع قبيلته، وبوجود بارو جنبها رنجيني أخيرا بتلاقي حد تثق فيه رغم إن الخوف لسه معشش جواها بعد كل اللي شافته. تاني يوم بيبدأوا رسميا حياتهم الجديدة في المدينة. في الوقت ده توماس بيكمل رسالته وبيعلم الناس عن إيمانه بيسوع، وبيجمعهم في الكنيسة عشان يشاركهم حكاياته. وفي آخر الصف واقفة رنجيني وبارو بيسمعوا بتركيز، بس هم مش فاهمين أي حاجة لأنهم عاشوا عمرهم كله من غير ما يمشوا ورا أي دين منظم. بعد ما الصلاة بتخلص الناس بتشكر توماس على كلامه اللي بيرد الروح. بياخد رنجيني وبارو لمكتب التسجيل في المدينة عشان يطلعوا تصاريح إقامة قانونية. الموظف بيسألهم هم منين، توماس بيرد بثقة ويقول إنهم مسافرين من جزيرة تانية، ورغم إن الموظف بيبصله بشك إلا إنه بيوافق في الآخر وبيديهم الإقامة. بعدها رنجيني بتروح مع مس هارتي الغابة عشان يجمعوا خضار. مس هارتي بتبدأ تغني وترقص وهي بتشتغل، ورنجيني بتندمج معاها بفرحة وبتقلد حركاتها بحماس. وفي نفس اللحظة اللي رنجيني بتعيش فيها لحظة سعادة، في قصة تانية بتتولد في الكنيسة بس نهايتها مش هتكون وردية خالص. بارو وبيث بيتبادلوا نظرات كلها معنى، وبنفهم إنهم وقعوا في حب بعض في صمت. بس للأسف أبو بيث بيلاحظ النظرات دي والشرار بيطق من عينيه. بيرفض تماما فكرة إن بنته ترتبط بواحد من القبائل، وبيحلف 100 يمين إنه يفرقهم عن بعض. وهي ماشية في المدينة مع توماس، رنجيني بتشوف حفلة رقص فخمة للمستوطنين الإنجليز. بتتجنن باللي بتشوفه وبتقول لتوماس ومس هارتي إن نفسها تتعلم الرقص. توماس بيتردد في الأول، بس مس هارتي بتحس بيه وبتفهم قد إيه الموضوع ده فارق معاها. في السر بتلبس رنجيني هدوم في منتهى الشياكة وبتغير شكلها تماما، بتبقى زي القمر. وفي الليلة دي توماس بياخدها الحفلة بكل فخر وبيقدمها للكل، بس مش كل الناس بترحب بيها. الضيوف الإنجليز بيبصولها بقرف واستعلاء لأنهم بيشوفوا إن أهل القبائل دول أقل منهم. توماس بيدي لغرورهم ده ظهره وبيعامل رنجيني كأنها بنته، وبياخدها يرقص معاها رقصة راقية وبيخليها تحس إنها مقبولة لأول مرة. في نفس الوقت بارو وبيث بيكملوا مقابلاتهم في السر، وحبهم بيكبر يوم عن يوم، بس الفرحة ما بتكملش. أبو بيث بيكتشف حكايتهم وهو أصلا قلبه مليان كراهية للقبائل، فبيؤمر رجالته في السر يخلصوا على بارو. لما توماس بيدخل الأوضة بيتصدم ببشاعة المنظر. بارو غرقان في دمه وميت، المدينة كلها بتتقلب وتقف على رجليها. توماس بيواجه أبو بيث وبيطلبوا يعرف مين اللي عمل كده، بس محدش بينطق بالحق والكل بيبدأ يرمي التهمة على التاني. رنجيني بتنهار لما بتعرف إن بارو اتقتل، حزنها بيكسرها ودموعها ما بتنشفش، وبتبدأ تفكر إزاي هتقدر تحط عينيها في عين أبوها بعد اللي حصل. الناس بتجهز جثة بارو باحترام عشان ترجع لقبيلته، وتوماس بيقرر إنه هو اللي هيوصله بنفسه. وبعد كام ساعة الحقيقة بتبان والقاتل بيتعرف. الناس بتثور وبتنزل فيه ضرب قبل ما السلطات تقبض عليه، لأنهم مقتنعين إن بارو مهما كان أصله هو إنسان بريء ودمه له تمن. رغم كده توماس بيفضل شايل هم اللحظة اللي هيقف قدام قبيلة بارو ويقول لهم إن ابنهم مات. وقبل ما يمشوا بيث بتتسحب في هدوء عشان تودع جثة بارو لآخر مرة. توماس بيحمل الجثة على حصانه وبيبدأ رحلة طويلة لأراضي القبيلة ومعاه مس هارتي ورنجيني. لما الليل بيليل المجموعة بتقف تريح في السكة، وهم قاعدين حوالين النار توماس بيرسم رنجيني وبيسأل مس هارتي عن حكايتها. بتفضفض له إن جوزها اتقتل من سنين طويلة في حرب، ومن ساعتها وهي عايشة مع الإنجليز ووهبة حياتها لمساعدة الناس. وبيظهر كمان إن مس هارتي عندها شغف كبير إنها تفهم ثقافة القبائل دي وتتعلم منها. بعد أيام من السفر بيوصلوا أخيرا لقرية بارو. أول ما القبيلة بتعرف بخبر الموت بيبدأوا
يطلعوا أصوات غريبة جدا. توماس بيتخض وبيفتكر إنهم بيجهزوا لهجوم، بس بيكتشف إن دي طقوس قديمة عشان يكرموا الميت ويدعوا له برحلة سلام للعالم التاني. توماس كان متوقع ينفجروا في وشه، بس بيتفاجئ بهدوءهم العجيب. بيقولوا له إن الوقت كفيل يداوي الجراح، وبيعزموه يقعد معاهم في القرية كام يوم. ومن تاني يوم الصبح توماس بيبدأ يراقب حياة القبيلة وتفاصيلهم، بيرسم يومياتهم وبيسجل عاداتهم وكل حاجة بيشوفها عشان يفهمهم أكتر. وفجأة صوت ضرب نار بيزلزل القرية. توماس بيتفزع وبيجري ناحية الصوت، ومن كتر خضته بينسى كراسة الرسم بتاعته. واحد من القبيلة بيلاقيه ويوصلها للزعيم اللي بيبدأ يقلب في رسومات توماس الدقيقة بتركيز. ولما توماس بيوصل لمصدر الصوت بيكتشف إن أهل القرية بيتدربوا على السلاح، حتى رانجيني واقفة وسطهم بتعلمهم إزاي ينشنوا ويضربوا. لما بيفهم إن القبيلة بتسلح نفسها الرعب بياكل قلبه، لأنه عارف إن ده أول مسمار في نعش حرب شاملة هتاكل الأخضر واليابس. بعدين زعيم القبيلة بيقعد مع توماس ويسأله عن رسمة في كراسته فيها ناس كتير بتموت. توماس بيشرح له إنه قبل ما يجي الجزيرة كان بيحلم بكوابيس مرعبة عن ناس من القبائل بتتقتل بالآلاف، وبيعتبر الكوابيس دي إنذار بخراب كبير جاي عليهم. الاتنين بيبقوا متأكدين إن الخطر ده هو أكاتا وجيشه اللي عمال يكبر. الزعيم بياخد قرار مصيري وبيبدأ يجهز رجالته للمعركة عشان يحمي أهله. في الليلة دي توماس وميس هارتي بيقربوا من بعض أكتر في لحظة هادية كلها مشاعر. تاني يوم توماس بيشوف الزعيم بيدرب شعبه على القتال العنيف عشان يكونوا جاهزين لو قامت القيامة. وبيكتشف كمان إن الزعيم بيشتري سلاح بكميات مهولة في السر من رجالة كاجني، وده بيأكد إن المواجهة مع أكاتا بقت مسألة وقت. توماس بيحاول يلحق الموقف وبيترجى الزعيم ينسى فكرة الحرب، لأن الأبرياء هم اللي هيدفعوا الثمن. بس الزعيم ما بيشوفش أي حل تاني، ومؤمن إن السلاح هو الأمل الوحيد للنجاة. وهنا توماس بيقترح حل أخير، إنه يروح يعمل معاهدة سلام مع أكاتا يتنازلوا له عن الأرض اللي عايزها ويعيشوا الباقيين في أمان. الزعيم بيرد عليه وبيقول له لو أنت اللي هتفاوض وأكاتا وافق أنا هرمي سلاحي. المسؤولية كلها بتقع على كتاف توماس. وقبل ما يروح لأكاتا توماس بيعدي على صاحبه القديم كاجني وبيترجاه يبطل يبيع سلاح للقبائل، وبيحذره إن السلاح ده هيترفع في وشهم في يوم من الأيام. بس كاجني عماه الجشع وما بيهموش غير الفلوس، وبيرمي كلام توماس ورا ظهره. ولما بيفقد الأمل في كاجني توماس بياخد المركب لجزيرة أكاتا. رانجيني بتركب معاه وبتديله جلد حيوان مقدس من قبيلتها عشان يقدمه هدية لأكاتا ويكسب احترامه. توماس بياخد الهدية وبيروح يقف قدام أكاتا، بيطلب منه يوقف الدم ونعيش في سلام، وإن الوحدة دي هتجيب الخير للكل. بس أكاتا بيرفض من غير حتى ما يفكر، وبيعلنها صريحة إنه هيكمل زحف وهيدوس على أي حد يقف في طريقه. وتاني يوم بالظبط أكاتا بيبدأ الهجوم، بيزحف بجيشه الجرار، وأول ضحية بتسقط تحت إيده هو كاجني. بيقتله بدم بارد عشان اتعصب من أسعار السلاح العالية اللي كان بيستغلوا بيها. الجزيرة بتتقلب لجهنم، ورجالة أكاتا بيدبحوا في أي حاجة بتتحرك. واحد من المحاربين بيهجم على توماس عشان يخلص عليه، بس رانجيني بتظهر في اللحظة الحاسمة وبتضربه بالنار تقتله. وبنكتشف إن المحارب ده هو نفس الشخص اللي قتل جوزها، وبكده بتكون خدت طارها اللي عاشت تحلم دي. توماس ورانجيني بيطيروا بالحصان عشان يحذروا القبيلة. توماس بيترجاهم يهربوا على المركب بتاعته قبل ما جيش أكاتا يوصل، بس الزعيم بيرفض بشدة، بيحلف إنهم مش هيسيبوا أرضهم أبدا حتى لو العدو أضعاف عددهم. لما توماس بيشوف إصرار الزعيم وبيلمح ميس هارتي بتجهز نفسها عشان تحارب كتف بكتف معاهم، بيفهم إن مفيش طريق تاني غير إنه يقف يحارب معاهم. ساعات قليلة وجيش أكاتا المرعب بيقتحم القرية، بيستخدموا مدافع خدوها من مركب كاجني وبيدقوا القرية دك في معركة طاحنة. القبيلتين بيلتحموا في حرب كسر عظم، وفي الأول جيش أكاتا بيبان إنه وحش كاسر محدش يقدر يوقفه. في عز المعركة ميس هارتي بتنضرب وبتتصاب إصابة خطيرة. توماس بيحاول ينقذها بكل الطرق وهو بيلوم نفسه على كل اللي بيحصل. الغضب والحزن بيعموه وبينزل يضرب في المعركة بنفسه. ورغم إن عددهم كان قليل جدا القبيلة بترفض تستسلم وبتحارب بشجاعة أسطورية لآخر نفس، وبتبدأ تكسر شوكة جيش أكاتا واحدة بواحدة. وفي النهاية جيش أكاتا بيتباد عن بكرة أبيه وما بيتبقاش غير أكاتا نفسه. ولما بيعرف إنه اتكسر زعيم القبيلة التانية بيعدمه وبيقفل باب الدم ده للأبد. أما ابن أكاتا فبيسيبوه يعيش وبيرحبوا بيه وسط القبيلة المنتصرة عشان يكون هو حلقة الوصل اللي توحد الطرفين. ومع الوقت القبائل بتعمل معاهدة سلام مع المستوطنين الإنجليز وبيفتحوا صفحة جديدة كلها تجارة ومستقبل أحسن. وبعد ما السلام رجع وعم على الكل حكايتنا بتوصل لنهايتها. يا ترى بقى لو كنت مكان توماس كنت هتعمل إيه؟ هل هتضحي بأغلى حاجة عندك عشان تنقذ ناس ما تعرفهاش؟ شاركني رأيك في التعليقات. وفي النهاية افتكر دايما إن الإنسانية ملهاش عرق ولا لون.
يقتلون، وإن السلام دايما بيبدأ من عند شخص واحد قرر ما يشيلش سلاح. لو الحكاية عجبتك وخطفتك ما تنساش تخبط اللايك المتين وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم في حكاية جديدة. سلام.